التاريخ عبقه ولا المكان عبقرية. احنا النهارده في طريق بيسمى طريق اهل البيت اللي بيضم العديد من المشاهد، وهنقف هنا عند المشهد النفيس كما هو رائع مسجد نفيسة العلم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيعد مسجد السيدة نفيسة احدى اعرق المساجد التاريخية في مصر واول مساجد اهل البيت في مصر. ولدت السيدة نفيسة بنت الحسن الانور ابن زيد الابلج ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب في مكة في 11 ربيع الاول سنة 145 هجرية. انتقل بها والديها الى المدينة المنورة وهي في سن ال15، وكانت تذهب الى المسجد النبوي وتستمع الى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علماء حتى لقبها الناس بنفيسة العلم. تقدم اليها الكثير للزواج منها الى ان قبل اباها بتزويجها من اسحاق المؤتمن ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، والزواج تم في رجب سنة 161 هجرية، وانجبت القاسم وام كلثوم. سنة 193 هجريا رحلت مع اسرتها الى مصر ومروا في طريقهم بقبر الخليل، وقد خرج اهل مصر لاستقبالها في العريش، ووصلت مصر في 26 رمضان. في رجب سنة 208 هجريا اصابها المرض واشتد عليها وتوفيت في رمضان، فبكى اهل مصر حزنا عليها بكاء شديد. الروايات المتعلقه بالسيده نفيسه ان بعد وفاتها اراد زوجها ان يحملها الى المدينه المنوره كي يدفنها بالبقيع، فعرف اهل مصر بذلك فهرعوا الى الولي عبد الله بن السري بن الحكم واستجاروا به عند زوجها ليردوا عما اراد، فابى، فجمعوا مالا وفيرا وسالوه ان يدفنها عندهم فابى، فماتوا منه الما عظيما، ولكنهم في الصباح وجدوه مستجيبا لرغبته فسالوه عن السبب، قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول: رد عليهم اموالهم وادفنها عندهم. هو النبي الذي قطعت راسه وهو ساجد.